السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا بقى نزلت اشتريت شوية حاجات كده. اشتريت بقى فول عشان نستعد بقى لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعله كده كده رمضان كريم علينا كلنا يا رب. واشتريت بقى فول بقى هندمس وشوية بهارات، وحاولت بقى ايه كده ارتب الحاجة عشان ايه اطلعها معاكم كده في فيديو، وتشوفوا برضك الاسعار لو حد عايز حابب يعرف الاسعار الحاجات يعني. يلا بقى عشان هنشوف سعر كل حاجة ونشوف كده ايه الجودة بتاعت الحاجات اللي انا اشتريتها ديت. هنا كده بقى انا اشتريت الفول. لقيته حلو قوي. انا في العاده بشتري اللي هو فول بتاع الضحى اللي هو بيبقى مغلف، بس لقيت الفول السايب ده جميل جدا. شوفوا الحبه بتاعته جميله وفاتحه. وهو بلدي يعني، ده فول تدميس بلدي. ماشي. الكيلو ب 33 جنيه 95 قرش، يعني 34 جنيه. انا خليت الراجل يحط لي كل كيلو كده في كيس، لاني انا بعمل كل كيلو على مره واحده يعني. حلة الضغط بتاعتي بتاخد كيلو في المرة يعني، ما بحبش ازود عليه اكتر من كده علشان ما يتعجنش مني، فبعمل كيلو كيلو. فانا جبت اهوت 3 كيلو بقى عشان رمضان بقى كده. كل سنة وانتم طيبين. ننمس بقى ونحط بقى في الفريزر، نطلع كيس كيس كده ايه في السحور. وده برضو الفول بقى المدشوش طبعا عشان نحب نعمل طعمية. الفول المدشوش برضو بنفس سعر الفول ده. لا ده اقل منه. بصوا ده ب 30 95، لكن الفول بتاع التدميس ب 33 95، يعني 34 وده 31 جنيه. ادي الفول المدشوش برضه كانت الحبه حلوه وجميله، فجبت كده منه ايه برضو 3 كيلو يبقوا عندي بقى عشان نعمل برضك ايه معانا كده فول في السحور برضه، اللي هو طعميه في السحور برضه. يبقى كده خلاص عرفنا سعر الفول بتاع التدميس 34 جنيه، وسعر الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعمية 31 جنيه للكيلو. جبنا بقى شوية بهارات كده حلوين. جبت دوت بهارات اللحمة. السعر بتاعها 85 جنيه للكيلو. جبت يعني 100 جرام. ماشي. ب9 جنيه 34 قرش. دي بهارات اللحمة. وبهارات فراخ برضك ب89، يعني 90 جنيه. كيلو بهارات الفراخ ب90 جنيه. كيلو بهارات اللحمة ب85 جنيه. بهارات الفراخ أغلى. وده الفلفل الأسمر بحب أجيبه حب دايما، علشان أنا بحمصه كده شوية على البوتاجاز ويروح إيه ضرباه بقى في المطحنة، بيبقى حلو معايا وطازة. الكيلو ب140 جنيه. حلو والله. يبقى كيلو الفلفل الحب الأسمر 140 جنيه. وجبنا ايه تاني؟ ودي بهارات بردك لحمه، برضو بهارات لحمه تاني. وفي جبت كمون اهيت. ما شاء الله الكمون ايه ده 104 يعني 175 جنيه الكمون الحصى. برضو زي الفلفل بحب اجيبه حصى انقيه كده واحمصه شويه على البوتاجاز، وبعدين بقى بطحنه. ده الكمون. وجبت ايه تاني؟ زنجبيل ناعم ب108. جبت 100 جرام. حلو بيقعد معايا فتره برضو يعني. ما بحبش اجيب بهارات كميات كبيره علشان ما تسوسش عندي او كده. بحب اجيب 100 جرام 100 جرام كده يبقوا عندي. بس ما عدا الفلفل الاسمر بصراحه يعني انا بجيب فيه ممكن اجيب نص كيلو مثلا، لكن المره دي جبت قليل لان عندي، فجبت بالمره كده 100 جرام او 200 جرام 190 جرام الفلفل الاسمر. دي بقى الشطه. الشطه بكام؟ ب40 جنيه الكيلو. جبت برده كده حوالي 100 جرام. حلو قوي. وده برضه كمون تاني. ادي كمون تاني اهوت يبقى عندي، لان طبعا اكتر حاجه بنستخدمها الكمون والفلفل الاسمر. وده ايه بقى؟ ده طبعا الثوم البودر والبصل البودر. ده بصل بودر اهو، وده ثوم بودر. الثوم البودر بكام؟ ب73 جنيه. جبت برضك 100 جرام عشان يخلص على طول كده، ميفضلش عندي ايه يعني وقت كبير ويبوظ عندي وكده. بحب اجيب حاجات كده ايه كميات بسيطه الحاجات دي بالذات عشان تخلص على طول. البصل ب69 يعني 70 جنيه. 70 جنيه البصل. وجبت بقى هنا ايه سمسم. يبقى عندي برضو لو هنعمل كحك بقى ولا حاجه كده ان شاء الله على العيد. السمسم اهوت ب109 يعني 110. جبت 200 جرام اهي 210 جرام. حلوه الكميه دي، هتقعد عندي كميه كبيره وقت كبير يعني. وجبت ايه تاني؟ حبه البركه بحب احطها جدا مع المعجنات
عشان الولاد بياخدوا معجنات كده معاهم في المدرسه، بيحبوا المعجنات جدا اكتر من السندوتشات، فبحب احط على المعجنات اللي بعملها حبه البركه. بكام؟ ب75 جنيه. جبت 100 جرام حبه بركه. وجبنا بقى بلح كده، على فكره يا بنات ده حاجات رمضان نزلت، اليميش بتاع رمضان ده تمر عرفات. جبت كده اهوت السعر 38 جنيه. جبت نص كيلو الطبق ده كده على بعضه. نوم بقى شويه البهارات جبتهم كده رمضان، هخزنهم بقى احطهم في التلاجة عشان ايه تستخدمهم بقى كده في رمضان بقى ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يجعلوك يا رمضان كريم علينا يا رب. وكده يعني يفرح الكل وكده يرزقهم يا رب ان شاء الله. الحاجات كلها اهي، يلا بقى احطها في التلاجة لغايه ان شاء الله كده ايه نطلعها بقى في رمضان باذن الله.